في الفيديو اللي انتوا شايفينه دي حفلة في لوس أنجلوس قبل الحريق بيوم، وكان فيها كبار المشاهير والممثلين اللي احنا بندفع من جيوبنا عشان نتفرج على أفلامهم، وكانوا عاملين في التصويت اسم ربنا، حاطينه من ضمن الأسامي اللي معمول لها التصويت والعياذ بالله. وكان واخد تصويت 0، وطالعة بتتكلم وبتضحك وبتقول طبيعي انه ياخد تصويت 0 لانه احنا بلد ما بتؤمنش بوجود الاله. طب ايه علاقة الحريق اللي حصل وتدمير لوس أنجلوس بالمثلية الجنسية؟ طب هو اللي حصل ده حصل بفعل فاعل ولا ده اعجاز الهي ورد من ربنا؟ كمل معايا الفيديو للاخر وانت تعرف الحقيقه كامله. اول حاجه علاقه المثليه الجنسيه بموضوع الحرائق هو انه امريكا في سنه من السنين شافوا انه الاقليات من المثليه الجنسيه مش واخدين حقهم في الاشغال او في الوظائف، فعينوا مديره المطافي من اصحاب المثليه الجنسيه، وبعديها هي بدات تعين كل ما هو عنده نفس الصفه بغض النظر عن الكفاءه او غيره. وطبعا كلكم عارفين ان عيل ملزق من العيال بتوع المثليه الجنسيه او غيره دول ما يعرفوش يسدوا في الحاجات اللي زي دي، لانه رجال الاطفاء الحقيقيين بتبقى ناس بترمي نفسها جوه النار، ناس بتعرف تتعامل مع الحاجات دي كويس جدا، ده غير ان هم بيكونوا كفاءه طبعا في التعامل مع النوع ده من الحرائق، وده سبب ان هم قلبين الدنيا عليها في امريكا وبيطالبوا بمحاكمتها. وانا كده شرحت لك الجزء العلمي او الجزء العملي المنطقي، بس تعالى بقى اشرح لك الجزء الرباني اللي كان فيه رسالة من ربنا لينا كلنا. ربنا قال في سورة الملك: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقال: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ده كان حديث الكفار مع المؤمنين مع الرسل والأنبياء لما كانوا بيستهزئوا بقدرات ربنا وإن ربنا هيرسل عليهم العذاب. ربنا هنا بيرسل عذابه فجأة، ولا يمكن أي قدرات أو إمكانيات في أي بلد تقدر تسيطر على عذاب ربنا. هتقولي طب الله، طب ليه أمريكا ما استخدمتش كل إمكانياتها؟ هقول لك لا، استخدمت الطيارات، واستخدمت المواد الكيميائية اللي بتطفي الحريق في لحظة، استخدمت كل إمكانيات المطافي اللي عندها، استخدمت حتى الحرس الجمهوري والجيش، لدرجة إن هم طلعوا المساجين من السجن عشان يساعدوا، وبرضه ما قدروش. كأن ربنا بيدينا رسالة واضحة جدا. ربنا أرسل 2 من جنوده، نار والرياح. الطيارات لما طلعت عشان خاطر تطفي النار ما قدرتش، لأن ربنا زود سرعة الرياح ل 100 ميل، فبقى فوق إمكانيات الطيارات، وده كمان ساعد أكتر في انتشار الحريق. انتوا متخيلين إن دي أغلى مدينة في العالم؟ انتوا متخيلين ان دي فيها مشاهير العالم، اكبر مشاهير بتوع هوليوود اللي انتوا بتتفرجوا عليهم؟ انتوا متخيلين ان البيوت والحاجات اللي اتعملت هناك باعلى الامكانيات اتصرف عليها مئات الملايين من الدولارات عشان خاطر تتعمل بانظمه حريق وغيره امكانيات تنفع؟ طب تعالى اقول لك على حاجه كمان حصلت. كلنا بنشوف في امريكا العواميد الحمراء الصغيره بتاعه المطافي اللي بيسحبوا منها ميه، مضخات ميه على طول عشان خاطر يطفوا اي مكان لو في حريق قريب. تخيلوا لمعجزة محدش يعرفها غير ربنا، ما لقوش فيها ميه، ما يقدروش يطفوا، ما يقدروش يستخدموا اي حاجه، ما فيش اي حاجه نفعت. سبحان الله، نفس بالظبط اللي حصل مع قوم عاد. ربنا قال: فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. طب استنى، هقول لك على معجزة كمان. في 2018 غابات لوس أنجلوس كانت اتحرقت، يعني ما عادش فيها حاجة قبل الاشتعال مرة تانية. ركز معايا بس كده، الكلام ده امتى؟ في 2018 ربنا أمر السحاب إنه يمطر بنسبة كبيرة جدا على الغابات دي عشان تنبت الشجر مرة تانية وبكثافة. الشجر بيكون فيه نسبة مية، يعني مش بتكون سهل الاشتعال. صحيح هي نسبة قليلة ولكن بنسبة معينة مش بتساعد على الاشتعال. بعد كده ربنا منع المية عن الغابات دي. الغابات دي حصل لها ايه؟ بدأت تنشف وتدبل مرة تانية، فهنا بقت ايه؟ سهلة الاشتعال لانه نشف وبقى عبارة عن حطب، فبقى سهل جدا اشتعاله. طب هتقول لي تكلفة الخسارة دي كام؟ عارفين لحد وقتنا هذا المقدرات او تكلفة الخسارة اللي حصلت على امريكا بسبب الحرائق دي لحد وقتنا هذا 150 مليار دولار. الله، هو مش ده المبلغ اللي احنا سمعناه ان هو ده اللي راح مساعدات لاخواتنا البعدة في ضرب قطاع؟ طب اسمع بقى الآية دي كمان عشان تعرف الفلوس اللي اتصرفت دي هتعمل فيهم ايه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها
ثم ستكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بعد الأحداث اللي حصلت في إخواتنا كان ناس كتير بدأت تفقد إيمانها. في ناس كتير كانت بتبعت لي تقول لي هو في ربنا من كل ده؟ ليه ربنا سايبهم يتعذبوا بالشكل ده؟ وده نوع من الفتنة. وربنا قال في سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني موضوع الإيمان مش حاجة سهلة كده، مش كل حد يقول أنا مؤمن وخلاص. الإيمان لازم يكون في القلب. ربنا بيغربلنا بالفتن، ربنا بيبعت النوع ده من الفتن عشان يشوف المؤمن اللي على حق ولا لأ، ولا بس اللي بيدعي الإيمان. المؤمن اللي على حق يبقى عنده يقين ان كلام ربنا هينفذ وهيطبق وعدله هينزل الارض وهنشوفه، بس كل حاجه بوقتها. الانبياء والرسل كان ربنا بيبعت لهم وعلى قومهم كتير من الابتلاءات، ولكن المؤمن الحق هو اللي بيصبر. ان شاء الله اللي جاي هنشوف فيه عدل ربنا اكتر بكتير. سلام.